نبدأ بسم الله. الفيديو النهاردة أفكار رائعة مفيدة من الجراكن البلاستيك والقارورات البلاستيك والعبوات الفارغة. هقطع الجزء ده كده من جيركن الكلور. دي أول فكرة. أفكار كلها سهلة إن شاء الله ومش مكلفة خالص. هساوي الأحرف بتاعته بالمقص، هحطه على جنب كده، وهجيب الجزء التاني هشيل اليد، أنا شلتها بالقطر، وبأي قلم ماركر أو فلوماستر هنبتدي نرسم على الجزء ده شكل الفراشة. لو معرفتيش ترسمي فراشة مظبوطة ممكن تستخدمي اي ورق مطبوع وتشفيه عليه بكربون ولا حاجة، او تحطي الورقة الرسمة وتمشي على الحدود بتاعتها بالقلم، او ترسمي فيونكة او الشكل المحبب ليكي. الجزء التاني برضو قصيت فراشة بس اكبر شوية، هحط طبقتين كده على بعض عشان يديني شكل اجنحة حلو كده متحركة. على الاحرف بتاعتها كلها هعمل الاطار ده، ممكن استرس او ممكن شريط سلسلة زي اللي انا مستخدماه ده عبارة عن كور ذهبي صغيرة قوي كده متصلة ببعض، بيدي منظر حلو قوي. بعد كده هلزق الفرشتين في بعض، وبنفس الشريط اللي انا استخدمته السلسلة ده هعمل حوالي 5 صفوف على الحرف من فوق وزيهم من تحت. كل ده متثبت بالشمع. هرجع ألزق الفراشة بتاعتي. بصوا المنظر جميل قوي قوي، شكلها تحفة جدا. ودي كور خشبية هستخدمها كأرجل، هتديله ارتفاع شوية وهتديله منظر أحلى، هيبقى زي الجاهز ويمكن أحلى كمان. أنا استخدمت 5، لو هو مربع أنا كنت استخدمت 4، إنما هو مدور فأنا استخدمت 5 علشان يبقى متثبت على الأرض أو على الترابيزة بشكل ثابت وكويس. بصوا منظم، شكله مختلف ومميز جدا. تاني فكرة، جيركن الصابون الكبير ده اللي هو الحجم الكبير 10 لتر، أنا هقطع الجزء اللي فيه بق الجيركن ده كله بالطول بالشكل ده، وهحتفظ بالجزء اللي تحت هو واليد بتاعته. انا هعمل له كيس كده، هقفله من الجنبين، قست طبعا مساحة الكيس زي ما احنا شفنا، وهبدأ ادخله فيه كده وهثبته على الاحرف. مش هثبته من تحت يعني من جوه خالص، هثبته على الاحرف بس. الكفر بقى من بره هنستخدم قماشة او الوان تبقى ماشية مع بعضها، يعني نحاول نوفق بين لون الكفر اللي جوه واللي بره، لان الاتنين هيبقوا باينين معايا. هنا كنت ثبت الكفر الداخلي خلاص. نيجي بقى للقماشة التانية، انا هعديها من تحت اليد بالظبط لان عايزة اليد، يعني الفكرة هنستخدمها باليد، فهدخلها من تحت اليد بالشكل ده، وهثبتها على الأحرف من فوق بالشكل ده. طبعا أنا بتني الأحرف وأنا بلزقها، هثبتها كده على الجنبين، وهبتدي أقفل من تحت اليد برضو على طول بالشكل ده. بقية القماشة بقى هشدها على الجنبين، طريقة سهلة قوي. انتي لو شفتي شكل الجيركن ده في الاول هتحسي ان هو صعب التغليف لان هو شكله مش منتظم، لكن الطريقة دي سهلة جدا. ادي اول جنب ثبته، وهثبت برضو الجنب التاني كده بالشكل ده بالشمع، وبتني الحرف كده وانا بشد القماش على الشمع. كل ده بيفرق في الشكل النهائي جدا. هنيجي بقى للجنبين وهقفلهم على بعض بالشكل ده. دي القاعدة من بره، هشد عليها كل الزيادات بتاعة القماش، حتى لو ظهر فراغات من الجيركن كده عادي، لان انا كده كده هغطيها بقطعة تانية
علشان تداري كل التلزيق اللي احنا عملناه بالقماش. نشيل بقى الاحرف مظبوط كده على المقاس الجيركن بالظبط، وهثبت لو في اي قطعة مش متثبتة بالشمع كده اتغلف بشكل مرتب ومنظم جدا وكمان متين. لو حبيتي تحطي له اطار كده او شريط تزيين هيديكي شكل افضل طبعا. ده كان عندي، دي كلفة عادية خالص اللي هي رخيصة يعني مش غالية. لو مش موجودة عندك ممكن تستخدمي اي حاجة من ملابس قديمة او تستغني عن الخطوة خالص، مش هتفرق. وهلف قطعة قماش على ده شريط قماش قصيته من نفس القماشة، وهلفه على اليد علشان يبقى الالوان متناسقة. عملنا منظم حلو قوي للكاليكو، للشرابات، للبندانات، للطرح. ممكن تبرميها كده وتحطيها، ممكن تحطيه في الدولاب للفوط، ممكن تحطيه للحمام برضو، الفوط الحمام. يعني استخداماته كتير ومساحته حلوة قوي وعملي جدا، يعني هيعيش معاكي. تالت فكرة، استخدمت جيركن الصابون. رسمت شكل الهلال ده. استخدمت طبق مدور عادي، اي حاجة مدورة. انا مش هقطعه للاخر، انا عايزاه يبقى متصل بالجزء اللي تحت ده، وهقطع الجزء اللي تحت ده عند الغطا على الرسمة اللي في الجيركن بالظبط. هي دي نفس الرسمة، مدية شكل الابريق كده او المصباح. وسبت الهلال متصل. وهنا هتقله بأي حاجة، ممكن لو مش عندك الأحجار دي استخدمي رمل. وهحط فوقيها شمع كتير. وده الغطا بتاع اللي هو بيتركب في حامل الستارة، ادى برضو شكل زي غطا الأبريق كده، حلو جدا. كمل الشكل. وده غطا برطمان أكبر شوية، ثبته عليه من تحت كده. وهبتدي أرشهم كلهم اسبراي فضي. حبيتي تستخدمي اسبراي ذهبي برضو هيديكي منظر جميل. بأي عصاية بقى كده من ورا هثبتها علشان القلب الهلال متحرك معايا، فانا عايزاه يبقى ثابت ما يتحركش. اهو بصوا، الخطوة دي مهمة قوي وفرقت جدا جدا في النتيجة. هعمل اطار للهلال بتاعي بشريط فضي، شريط فتافيت السكر ده حلو جدا. ممكن كمان استرس، بس ده شكله اشيك بكتير ولمعته احلى. هثبته على الهلال بس. ده شكله كده من غير اي اضاءة ولا غير اي حاجة. بصوا تفاصيله اصلا تحفة تحفة، شيء استحالة اصلا حد يفكر ان ده من جيركن بلاستيك. وهنا لو حطينا له ميني لايت ممكن برضو نلفها على الهلال، هتديكي منظر حلو قوي. ده ديكور طبعا هينفع لرمضان هايل. احنا خلاص يعني بدأنا اهو شهر رجب، النهاردة اول رجب، كل سنة وانتم طيبين. فممكن نبتدي نعمل حاجات لرمضان حلوة قوي. الفكرة الأخيرة هي هنعملها من ازازة زيت الطعام. هاخد برضو، هستخدم ازازتين. هاخد جزء من تحت من الازازة الاولى، جزء كده يعني كبير شوية، اللي هو الجزء كله المستقيم اللي تحت ده. والازازة التانية هاخد منها جزء صغير خالص من عند القاعدة، علشان هعملها ليها غطا. بصوا هما بيركبوا في بعض بالظبط زي العلبة وغطاها. هنشيل بقى اي ستيكر كده. وبعد كده انا استخدمت السولوتيب الملون ده اللي بيلمع. استخدمت لون ذهبي، بيتباع في مكتبات الادوات المدرسية، حلو قوي ورخيص وبيديكي نتيجة سهلة وسريعة. هي الازازة اصلا مضلعة كده، فانا حطيت على كل ضلع شريط، ادى شكل حلو جدا. على الغطا كمان هنعمل له اطار سهل قوي قوي، ويعني بيحل مشكلة كبيرة لو انتي مش عندك شريط تزيين ولا حاجة، ورخيص. البقرة ب5 جنيه، يعني مش حاجة خالص وبتقعد معاكي كتير. عملت فتحتين كده. ممكن لو مش عندك الكاوية دي تستخدمي مفك كده، سخنيه على النار ونعمل فتحتين. وحطت لها حلقة معدنية كده، ثبتها بقطعة سلك من خلال الفتحتين اللي انا عملتهم. ادت منظر حلو جدا. بصوا علبة شفافة، حافظة حلوة قوي، ممكن نحط فيها
بكر الخيط أو أدوات الخياطة كلها. ممكن كمان تستخدميها لتوك الشعر، ممكن تستخدميها للأمشاط، هي مساحتها كبيرة يعني تشيل أمشاط عادي جدا وفرش لأي حاجة، لإكسسوارات عندك، لمكياج، حلوة جدا وشكلها ظريف قوي وشفافة كمان مبينة اللي جواها، يعني جربوها.